تالتة اعدادي اللي مش عارفه تذاكر دراسات، وحرفيا دي اكتر ماده بالنسبه لها بشعه. تعال اقول لك ازاي تذاكر دراسات صح قبل الامتحان كده وتلم دنيتك. كفايه بقى تذاكرها بطريقه غلط وتيجي في الاخر تشتكي وتقول ان الماده صعبه. بالعكس، الدراسات دي اسهل ماده حرفيا انت ممكن تستغل درجاتها، هي والعلوم. ونزلت لك فيديو ازاي تذاكر علوم، ونزلت لك فيديو ازاي تذاكر رياضه، ونزلت لك فيديو نصايح وتريكات تخلوك باذن الله تجيب 99% او حتى تجيب 100%. فلو انت مش مشترك في القناه بتاعتي انت فايتك كتير جدا، انت فايتك كتير. انا دي ما قلت لك اهو. فاكرين الكشكول ده؟ فاكرين الكشكول ان انا قلت لك ان احنا نقسم الصفحه؟ فاكر انت الفيديو ده؟ مش فاكره؟ اللي انت ما شفتوش، انت ما شفتوش. المهم، علشان تذاكر دراسات صح لازم تعمل الحاجات اللي انا اقولها لك دي بالظبط. اول حاجه الجغرافيا. ازاي اذاكر جغرافيا؟ اول حاجه تركز عليها في الجغرافيا هي الخرائط، وتبدا تتخيل الخريطه دي كانه مكان كده، وانت مثلا بتمشي على المكان ده. ولو انت مثلا فضلت ماشي على طول الطريق ده عباره عن ايه، ولو انت حاولت يمين الطريق ده عباره عن ايه، ولو انت حاولت شمال الطريق ده عباره عن ايه. حرفيا الطريقه دي اللي انت بتحفظ بيها الخريطه بتثبت معاك الخريطه، وحتى بعد ما تخلص امتحانات تلاقي نفسك فاكر كل معلومه موجوده عندك في الخريطه. فانت تخيل الخريطه كانها طريق بيتكم، وانت بتذاكر تاريخ حاول تذاكره كانه قصه، حرفيا كانك بتتفرج على فيلم. وحاول تربط الاحداث ببعضها، زي مثلا محمد علي هو ايه اللي خلاه يبدا بالنهضه، وايه اللي حصل بعد كده، وهكذا. ابدا اسال نفسك اسئله بالعاميه كانك بالظبط قاعد بتتفرج على مسلسل او قاعد بتتفرج على فيلم. تالت حاجة، وإن أنت اكتب أي ملحوظة أو معلومة بإيدك. في ناس معتمدة فقط على كتاب المدرس اللي معاها أو كتاب الشرح وما بتكتبش أي حاجة بإيديها. يا جماعة، المعلومات اللي أنتوا بتكتبوها بإيديكم هي دي المعلومات اللي أنتوا عمركم ما هتقدروا تنسوها، لأنكم أوريدي شفتوها وسمعتوها وكتبتوها. أنتوا شغلتوا الثلاث حواس اللي بتساعد على تثبيت المعلومة. فانت حاول تلخص كل درس بطريقتك كده في كشكول. كمان ان انت تكرر المعلومه مش في نفس الوقت. الناس اللي بتقعد تحفظ دراسات، لان الدراسات مبنيه بشكل كبير جدا على الحفظ، بتحفظه غلط. ان انت بتقعد تسمع المعلومه في نفس ذات اللحظه 500 الف مره وتيجي تاني يوم تنسى. انت كده ما حفظتش، انت كده اوريدي المعلومات لسه برضو عندك في الذاكره المؤقته. طب ازاي تحول المعلومات من الذاكره المؤقته للذاكره الدائمه؟ اللي انت تراجع على فترات متباعده. طيب متباعده ايه يا ميس؟ ده انا امتحاني خلاص كمان اسبوع او كمان اسبوعين. بص، انت النهارده هتذاكر دراسات الصبح، هتذاكر مثلا ذاكرت الدرس اللي انت مراكمه او الدرسين او الوحده او الوحدتين او الثلاثه. انت ما بداتش اصلا، ذاكرت الوحده الاولى. ايه ده؟ هو انا ممكن اذاكر وحده اولى في يوم؟ انت لو كتبت مراجعه الوحده الاولى على اليوتيوب هيظهر لك مدرسين كتير جدا جدا. اختار اي فيديو انت عايزه، ابدا اكتب الملحوظات زي ما انا قلت لك ورا المستر. وانت اوريدي معاك كتاب الشرح، اكتب الملحوظات اللي مش مكتوبه في كتاب الشرح او المشروحه بطريقه بسيطه، وابدا ذاكرها وابدا احفظها. خلاص ذاكرتها الصبح، تعالى تاني يوم ابدا سمع لنفسك الحاجات اللي انت ذاكرتها امبارح كانك قاعد بتشرح لواحد قدامك. حتى اخوك الصغير فاكر اللي هو كان بيفتن عليك لما بيلاقيك ماسك الموبايل ده؟ هاته واقعد اشرح له، عذبه بقى، يقعد يسمع شرحك التحفه ده، فهو ذات نفسه مش هيقول اي حاجه تاني بعد كده. ولما انت بتشرح المعلومه لنفسك ده دليل ان انت فاهمها جدا بشكل كبير ومستحيل تنساها. فحرفيا هي دي طريقه مذاكره الدراسات. طيب عرفت ازاي تذاكرها؟ تعالى اقول لك اهم كتب لازم تحلها قبل امتحان ثالثه اعدادي، واللي هي اوريدي بيجي منها افكار ثالثه اعدادي. اول حاجه كتاب المدرسه، تاني حاجه كتاب المدرسه، تالت حاجه كتاب المدرسه، رابع حاجه كتاب المدرسه. كله كتاب المدرسه. طيب انا قلت 500 الف مره ان انت تجيب كتاب المدرسه من على جوجل، هتكتب عادي كتاب المدرسه دراسات ثالثه اعدادي ترم اول، هيظهر لك الكتاب هتبدا تحمله. او لو انت مش لاقي كتاب المدرسه، لو انت معاك كتاب الامتحان فبتلاقي كده في اسئله محطوط عليها جنبيها شكل كتاب. الكتاب ده معناه ان هي اسئله من كتاب المدرسه. انت اوريدي طول عمرك بتحل وما تعرفش الاسئله دي جايه منين. شكل الكتاب اللي بيكون جنب السؤال ده معناه ان السؤال ده من كتاب المدرسه. السؤال ده هتهتم بيه جدا جدا جدا، تحفظه وتذاكره كويس قوي. طيب ثالث مصدر معانا هو اسئله المحافظات. اسئله المحافظات مهم جدا 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 ان انت تذاكرها، تمام؟ علشان الناس اللي مش بتحل اسئله محافظات وتبدا تتفاجئ اول مره في الامتحان، لازم تتدرب على الاقل قبل الامتحان ان انت تحل 5 محافظات لوحدك. وفضل طبعا ان انت تجيب اسئله محافظتك، تمام؟ احنا اوريدي هنحل عادي محافظات عامه ايا كانت. انت مثلا من القاهره تحل الشرقيه واسكندريه وايا كان المحافظه ايه. ولكن مهم جدا ان انت تمسك امتحانات المحافظه بتاعتك وتشوف افكار الاسئله بتيجي ازاي، وايه السؤال اللي بيتكرر في كل امتحان. في كده كل ما تخش امتحان تلاقي في سؤال كل مره بيجي، وتكتب السؤال اللي انت بتشوفه متكرر كتير قوي في الامتحانات ده تكتبه عندك في الكشكول برده مع الاسئله اللي موجوده عندك في كتاب المدرسه. وكده باذن الله بطريقه المذاكره دي والاسئله اللي انت تحلها دي باذن الله ضامن ان انت تقفل الدراسات. انا قفلت الدراسات جبت فيها 40 من 40 بطريقه المذاكره دي. فلو عايز تقفل دراسات استخدم الطريقه دي. ما تنساش تعمل فولو عشان الفيديوهات الجايه كتير جدا جدا جدا.